جلاش على اصوله بحشوه عاديه، بس انا قلبتها البندق. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. نقطه واحده بس تحلفي اللي انت بتاكلي بندق. اول حاجه هنعمل الشربات، عباره عن كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه، وتسيبيهم لمده 10 دقايق ل 15 دقيقه عشان عايزين الشربات هيكون بارد. لفه جلاش عندي تكون طريه عشان هنعرف نعمل الصوابع. وعندي هنا المكسرات عباره عن زبيب وجوز الهند واسداني وسكر، كل حاجه منها ربع كوبايه. وهنحطه هنا نقطة واحدة بس تحلفي المكسرات اللي انت حطيتيها العادية دي لطعم بندق بالظبط. عندي هنا ريحة البندق دي خام جدا جدا ورخيصة يا بنات. عايزة اقول لكم يعني الازازة دي عاملة 15 جنيه، بس حطيت منها 7 نقط زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم والله العظيم كل اللي ده الجلاش عندي يحلف اللي انا عاملاها ببندق. جوزي بيقول لي انت اتغنيتي وعملتيها ببندق، حلفت له اللي انا عاملاها من مكسرات عاديه، بس وريت له الازازه السحريه. الازازه دي يا بنات والله العظيم خطيرة خطيرة، خلت المكسرات عندي ريحة البندق بالظبط. ممكن تعمليها في اي حلويات، مش شرط جلاش بس، يعني ممكن تعمليها كمان في صوصات حلوة قوي بتاعة الحلويات وممكن في معجنات برضو كتير وكده بتحتاجيها يعني في الحاجات دي. خلاص هنا عندي بقى السمنه، كون مسيحاها سمنه فلاحي، وسيحتها هنا. وهبدا هدهن عندي الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين. الجلاش ده طازه زي ما انتم شايفين كده طري. وبعد كده جبت عندي هنا السمنه، وبتبداي تدهني كده بالفرشه عندك يعني دهنات بسيطه كده. اخر واحده هنا تروحي دهنه حلوه كده عشان بس الجلاش يلزق معايا. عملت صوابع انا بصراحه. هنا جبت نفس النظام التانية، تبداي تدهني الجلاش بتاعك، وبعد كده تحطي معلقه كده من المكسرات وتروحي مفرضاها كده على اول الصف. وبعد كده خلاص بتبداي هنا تروحي مقفله كويس جدا هنا بدهنه سمنه كده حلوه عشان تتقفل معاكي بسهوله. وكنت دهنه الصينيه بتاعتي ماده كده من السمنه برضو عشان بس من تحت تاخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. وهتخلصي نفس الكميه كلها بنفس الطريقه دي. طريقتها سهله وبسيطه. ولو مش حابه تعمليه صوابع وحابه تعمليه صينيه، ممكن تحطي 5 طبقات من تحت وخمسه من فوق، تحطي المكسرات في النص. مفيش اي مشكله. حابه تعمليها بقى صوابع، بس عايزه اقول لكم الصوابع دي بتعمل كميه اكبر يعني من غير اللي هي الصينيه، ممكن تعمليها مكعبات. انا بصراحه بحب اعملها عندي صوابع كده عشان العيل كده ياخد الصبع احسن ما ياخد من الحته وتتكسر منه والمكسرات اللي في النص تقع منه. لا مش بحب كده خالص بصراحه، بحب اعملها صوابع. العيل بتفرح قوي قوي بالصوابع. خلاص كده انا هنا خلصت الكميه كلها، وجبت سكينه حاميه عندي عشان اعرف اقطع الجلاش. اهم حاجه يا جماعه تقطعي الجلاش بتاعك قبل ما يدخل الفرن. ليه؟ عشان ما طبعا هيتحمر عندك في الفرن وهينشف معاكي. احنا بقى مش عايزين اللي احنا نحطوه في الفرن وبعد كده تقطعيه، لا هتحطيه اول حاجه هتقطعيه يعني قبل ما تحطيه في الفرن. كنت مولعه الفرن على درجه حراره 160، على درجة حرارة 160. وبعد كده هياخد اللون اللي من تحت الأول، وبعد كده احطه على الشواية هياخد اللون الجميل. كان الشربات عندي بارد والجلاش بتاعي سخن زي ما انتم شايفين. شايفين بقى اللون والجمال، حاجة كده اللهم بارك. بوريكم بقى هنا اللون من فوق ومن تحت عامل ازاي. وبعد كده جبت الشربات بتاعي هيكون بارد، ورحت نزلت على كمية الجلاش بتاعتي. عايزة اقول لكم ما شاء الله لفة الجلاش بص عملت معايا كام صوبع زي ما انتم شايفين. حابة تعملي مشروع والله العظيم ان شاء الله هتكسبي منه. الحاجات دي بتكسب جدا جدا يا بنات. ادي الشربات بتاعي هيكون بارد ويكون خفيف زي ما انتم شايفين، مش تقيل قوي يعني ولا خفيف قوي. يعني هتسيبيه لمده 10 دقايق ل 15 دقيقه. ده كده بقى مظبوط جدا جدا معاكي. خلاص كده هتبداي تزقي عندك الجلاش بتاعك بالطريقه دي، وتروحي تسيبيه في الشربات لمده 10 دقايق ل 5 دقايق بالظبط هيشرب من الشربات. وبعد كده هتصفي الشربات الزياده ده كله وهتحطيه عندك في برطمان عادي خالص، بس اهم حاجه تصفيه. وبعد كده تستعمليه في اي حلويات عادي خالص، ما فيش اي مشكله. انا بعمل كده يعني بصراحه. يعني اللي بيزيد مني عندي في الشربات بحط عندي في برطمان وبستعمله في حلويات تانية عادي خالص. شايفين بقى الجلاش وجماله، حاجة كده اللهم بارك. بصوا اللون عامل ازاي، حاجة كده تحفة. وريحة البندق خطيرة 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 زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم؟ عايزة اقول لكم والله العظيم حاجة كده اللهم بارك. انتوا اللي هتجربوها هتحكموا بنفسكم. شايفين بقى اللون ومن المكسرات من جوه عاملة ازاي، حاجة كده اللهم بارك. عايزة اقول لكم الجلاش نفسه يعني بصوا مقرمش كده، والشربات شارب كده من جوه. حتى يعني اللون من جوه يعني عاطي للون الذهبي زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال والحلاوه. لو وصلت لغايه دلوقتي معايا اوعوا تنسوني باللايك من ايديكم الحلوه. ويا ربي يكون الفيديو النهارده يكون عجبكم.